الدعاء والتضرع إلى الله بصدق. طيب، من ضمن الأسباب والوسائل التي تنجي العبد من عذاب الله يوم القيامة هو الدعاء والتضرع إلى الله بذل وانكسار وافتقار. وطبعا أي إنسان متعود على الدعاء إلا وهو صادق مع الله، لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء في حد ذاته عبادة من أجل وأعظم العبادات إلى رب الأرض والسماوات. فأي إنسان ما بيكثرش من الدعاء عنده خلل في الإيمان، عنده خلل في العقيدة. آيات كثيرة بقى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب، يبقى كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فأنت كمسلم أو كمؤمن لازم تحافظ دائما على التضرع إلى الله، لأن الدعاء هو التضرع إلى الله والافتقار والذل إلى الله. إن أنت دايما تسأل الملك إنه ينجيك من عذاب الله، إنه ينجيك من النار، إنه ينجيك من سكرات الموت، إنه ينجيك من فتنة المحي والممات. وهكذا النبي كان دائما يدعو ويكثر من الدعاء. هناك أدعية كثيرة لا تعد ولا تحصى علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صفات أهل التقوى الدعاء والمناجاة والذل إلى الله. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي في الدنيا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. والاستغفار بقى داخل في الدعاء والإنابة. ما أنت لما بتستغفر ربنا ما هو ده دعاء: يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب تجاوز عن ذنوبي وسيئاتي، يا رب تب علي يا رب. مش ده دعاء؟ افتقار إلى الله، افتقار وذل إلى الملك. يبقى لازما دايما تلجأ إلى الله بالدعاء. واحنا بالأمس كنا بنتكلم عن البكاء. يا سلام بقى لما تدخلوا الرجاء مع البكاء في الدعاء. يا الله، كريم كريم. الموضوع ممكن تسأل أي مسألة من الدنيا، ليس للآخرة فقط. الدعاء يشمل أمور دنيوية وأيضا أمور أخروية. يعني عايز أي مسألة في الدنيا يلجأ إلى الله بالدعاء، يلجأ إلى الكريم العظيم الجميل. ولكن احنا موضوعنا النهاردة بالذات ان انت تلجأ إلى الله بالدعاء والرجاء والبكاء، انه هو ينجيك من عذابه، انه ينجيك يوم القيامة. لأن الموضوع أحبابنا الكرام القيامة وأهوال القيامة والقبر وضمة القبر والموت وسكرات الموت. الموضوع محتاج مننا لدعاء، دعاء خالص إلى الله تبارك وتعالى. وأجمل شيء في الدنيا إن لنا رب كريم عظيم جميل. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه ويردهما صفرا خاليتين أو صفرا خائبتين. شفت جمال الملك؟ شفت النبي بيعرفني ايه عن ربنا؟ الله تبارك وتعالى يستحي. الله يستحي ان هو انت ترفع ايدك كده، يا رب انا عندي مشكله كذا، يا رب انا عندي كرب وفك عليا، يا رب، يا رب انا عليا دين وعايز اسده، يا رب، يا رب انا عندي مشكله وتعبان واشفيني يا رب. ان الله ايه؟ يستحي ان يرفع العبد يديه ويردهما صفرا خاليتين. يعني ايه؟ بدون استجابه الدعاء. لان الدعاء ليه 3 اشياء. الدعاء لازم ينتج عنه 3 اشياء. خلي بالك، انت بتتعامل مع اله عظيم، عظيم كبير جميل. اما ان دعوتك تستجاب، واما ان يحط الله بها عنك ذنوب وخطايا، او اما انه يرفعك بهذا الدعاء الدرجات يوم القيامه. تخيل اي دعاء هتدعي ربنا بيه، يا اما ان ربنا يستجيبه، ولو ما استجابوش هيحط عنك مكانه ذنوب وسيئات واوزار عليك. يبقى عظيم ولا لا؟ كريم ولا لا؟ جميل ولا لا؟ يعني الدعاء لو ما استجابش هيحط عنك ذنوب وعليك ومعاصي، والا هيرفعك بهذا الدعاء الدرجات. كل ما تدعي وما استجابلكش بيرفعك بيه ايه؟ درجه. لازم يا اما الدعاء يستجاب، او يحط عنك ذنوب وسيئات، او انه يدخر لك هذه الدعوات يوم القيامه لرفع الدرجات. عشان كده الله تبارك وتعالى كريم عظيم وجميل. اكثر من الدعاء. عندك مشكله قول يا رب، عندك هم قول يا رب، عندك ضائقه ماليه قول يا رب، عندك ضائقه نفسيه وتعبان قول يا رب، عليك دين قول يا رب، مريض قول يا رب. في جميع الاحوال كريم عظيم. واهم شيء ان انت تقول يا رب نجيني من عذاب النار. ده مهم جدا. الدعاء والافتقار الى الملك انه ينجيك منين؟ من النار، ينجيك من يوم القيامه والحشر والقبر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن عذاب جهنم. النبي وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لكن الدعاء ده سمة عظيمة وقربة وعبادة. فخلي بالك